قبل ما نبدأ قصتنا الجميلة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي احنا هنعملها مخصوص عشانكم. يلا بينا يا أطفال نسمع قصة جديدة وممتعة ونتعلم منها درس جديد في قناة 24 ساعة مع طفلك. يلا بينا. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في فراشة حلوة وجميلة بتحب الزهور والورود وبتحب الطبيعة. كانت دايما بتصحى الصبح بدري وتروح تجري 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 حوالين الزهور الجميلة وتشم ريحتها الحلوة. ياه، ايه الزهور الحلوة دي؟ وتتكلم الفراشة وتقول أنا فراشة حلوة وجميلة. الجو النهاردة جميل والشمس طالعة. ايه ده؟ الورود كمان مفتحة وريحتها حلوة. ايه ده؟ ايه اللي هناك ده؟ البلكونة جميلة. ياه، دي فيها زهور حلوة قوي. انا هروح هناك. الله الله، دي جميلة جميلة قوي. وفي الوقت ده يا أصدقائي كان في بنوتة حلوة واقفة بتسقي الزهور والزرع الجميل اللي محطوط في البلكونة. شافتها الفراشة وقالت لها هو انتي اسمك ايه؟ بصت لها البنت الجميلة وقالت لها انا اسمي فاطمة. هو انتي انا فراشة حلوة وجميلة والواني جميلة، بس انا حلوة ازاي؟ تجري الفراشة يا أصدقائي لمين وشمال. كانت مبسوطة بيها فاطمة جدا جدا. راحت لمامتها وقالت لها يا ماما يا ماما، انا شفت فراشة حلوة قوي وجميلة، الوانها حلوة وكلمتني. ايوه يا ماما، كانت مبسوطة قوي، انا سمعتها، كانت فرحانة بالزرع بتاعنا والورود الجميلة، وكانت كمان مبسوطة بالهوا الحلو والشمس الجميلة الحلوة. الطيور كلها جميلة وحلوة يا فاطمة، والفراشات ألوانها جميلة. سبحان الله، لما تشوفي حاجة حلوة وجميلة من اللي ربنا خلقها تقولي سبحان الله. أيوة يا ماما، دي حاجة حلوة قوي. طيب يا حبيبتي، أنا محضرالك مية وشوية حب تحطيهم على البلكونة والصينية دي بتاعتهم عشان الطيور الحلوة تيجي وتاكل من عندنا وتحمد ربنا، واحنا كمان ناخد ثواب عليها. يلا يا حبيبتي روحي بسرعة. حاضر يا ماما. وراحت فاطمة يا أصدقائي وحطت الصينية اللي مامتها اديتها لها اللي فيها المية وفيها الحبوب على البلكونة زي مامتها قالت لها. وبعدين يا أصدقائي تاني يوم الصبح زي كل يوم صحيت فاطمة، صحيت بدري، اتوضت وصلت وبعد كده روقت اوضتها. مامتها كانت حضرت لها الفطار الجميل، شربت كوباية اللبن الحلوة واكلت اكلها كله. وقبل ما تاكل قالت بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد ما تخلص كانت بتقول الحمد لله. وبعد كده يا اصدقائي راحت تاني لاوضتها عشان تغير هدومها، اصلها كانت خارجة مع مامتها. سيو 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 سيو، سمعت صوت في البلكونة. ايه الصوت ده؟ سيو 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 سيو، وراحت تشوف الصوت ده جاي منين. تعالوا نكمل قصتنا الجميلة ونشوف هيحصل ايه. ايه ده؟ في عصافير وحمام بيطيروا وحلوين ومبسوطين وكمان بياكلوا من الحبوب دي. ياه، فرحت قوي بطوطة وكانت مبسوطة. الحمد لله الحمد لله، احنا مبسوطين قوي. ياه، هنا لقينا خير كتير قوي، حبوب ومية. الله، ياه، البلكونة دي فيها خير كتير قوي، اهلا ناس طيبة قوي. ايوه، انا اللي قلتلكم على المكان ده، والمكان جميل صحيح. انا فراشة والواني جميلة. بس بحبكم كلكم وعشان كده نزلت لكم كلكم وقلتلكم على البنت الحلوة الجميلة الطيوبة دي. طيوبة قوي قوي، دي انا تعرفت عليها، اسمها فاطمة وحلوة وجميلة وبتحب الزهور، وطلعت كمان بتحب الفراشات الملونة اللي زيي. وهنا يا أصدقائي طلعت فاطمة البلكونة بعد ما سمعت حديثهم وهي رايحة، وهي كانت مبسوطة وكلمتهم وقالت لهم ايه ده؟ انتوا كلكم هنا فراشات وعصافير وحمام، انا مبسوطة قوي. ما تقلقوش، كل يوم هحط لكم مية واكل، كله فضل ورزق من عند الله.
نقول الحمد لله. احنا بنحبك قوي. ايوه عشان انت جميلة وبتحبينا. انا الحمامة الحلوة. انا كنت جعانة فربنا رزقني الحمد لله، ولقيت مية ولقيت حبوب الحمد لله يا رب. وشكرا شكرا يا فاطمة، احنا مبسوطين بيكي قوي. يعني احنا كلنا هنكون اصدقاء. سيو 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 سيو. ايه طبعا هنكون كلنا اصدقاء. فرحة فاطمة يا اصدقائي بالطيور الحلوة الجميلة والفراشات الحلوة اللي كانت بتيجي عندها، ورجعت لمامتها وقالت لها ماما يا ماما، شفتي يا ماما مين اللي في البلكونة؟ مين يا حبيبتي؟ الحمامة والعصفورة والفراشة كلهم في البلكونة. انا مبسوطة قوي يا ماما. طبعا يا حبيبتي، اللي بيعمل خير دايما بيلاقي الخير، وعشان انتي يا حبيبتي حطيت لهم الاكل وميه جولك وحبوكي، وعشان عملتيهم برفق وما هشتهمش ولا قلت لهم يمشوا عشان هما مش هيأذوكي يا حبيبتي. صح يا جميلة؟ ايوه يا ماما، انا فرحانه ومبسوطه قوي. دايما اللي بيعمل خير بيلاقي الخير. ايوه يا ماما فعلا، حضرتك عندك حق. انا مبسوطه قوي الحمد لله الحمد لله. طيب يا ماما، انا هستأذن حضرتك اروح اغير هدومي عشان نخرج زي ما حضرتك قلتيلي. ايوه يا حبيبتي، يلا ما تتأخريش عشان نجيب شنط رمضان. ايوه يا ماما اللي هنوزعها. ايوه يا حبيبتي، في ناس كتير قوي محتاجين ان يكون عندهم اكل كتير في رمضان علشانهم هم واولادهم. ايوه يا ماما، واحنا نعمل الخير طول السنة مش في رمضان بس، مش كده يا ماما؟ ايوه يا حبيبتي، الخير دايما دايما المفروض نعمله ونزود شوية كمان في رمضان. ايوه يا ماما عشان ناخد الثواب. ايه يا ماما، انا هروح دلوقتي اغير هدومي وبعد كده اروح مع حضرتك على طول. وفعلا يا أصدقائي، راحت الحلوة الجميلة فاطمة عشان تغير هدومها. كانت فرحانة ومبسوطة إنها عملت خير، ولسه هتعمل خير تاني وتروح مع مامتها تجيب شنط رمضان عشان يوزعوها على الفقراء والمساكين والمحتاجين ولكل الناس اللي بيحبوهم كمان، يدولهم الحاجات دي عشان يساعدوهم ان هم يفطروا او ياكلوا ويشربوا في رمضان وفي كل وقت كمان. واحنا كمان يا اصدقائي هنكون حلوين وشاطرين ومؤدبين وبنسمع كلام ماما وبابا وبنعمل الخير وبنحب نعمل الخير. مش كده يا اصدقائي؟ برافو. اكتب لنا في التعليقات ايه الحاجة اللي فاطمة بتعملها أول ما بتصحى من النوم، والعصافير عملت ايه لما شافت الحبوب والمية في البلكونة بتاعت فاطمة. واكتب لنا في التعليقات ايه أحسن قصة سمعتها في القناة وتعلمت منها ايه. ودلوقتي هنشوف صور أصدقائنا الحلوين والمتفوقين، متفوقي مدرسة الياسمين الخاصة. مكة بنت متميزة وشطورة في المدرسة، وبتسمع الكلام وبتحب ماما وبابا، وبتحب قناة 24 ساعة مع طفلك. وجوري بنت شطورة جدا في المدرسة وبتسمع الكلام ودايما مجتهدة وبتحب ماما وبابا وبتحب قناة 24 ساعة مع طفلك. ومالك ولد شاطر ومجتهد وبيحب المدرسة ودايما بيسعى يكون أحسن وعنده إرادة وبيحب قناة 24 ساعة مع طفلك. ومحمد ولد ذكي ومجتهد ودايما بيحب يتعلم ويطور من نفسه وبيذاكر بجد وبيحب ماما وبابا وبيفرحهم بنجاحه وبيحب قناة 24 ساعة مع طفلك. وعبد القادر ولد شاطر وذكي ودايما بيجتهد وبيحب يتعلم حاجات جديدة وعنده طموح كبير ودايما بيحاول يكون من الأوائل وبيحب قناة 24 ساعة مع طفلك. ومحمد ولد شاطر وذكي وبيحب المذاكرة ودايما بيجتهد عشان يكون من الأوائل وعنده عزيمة قوية ودايما بيسعى للنجاح وبيفرح ماما وبابا بتفوقه وبيحب قناة 24 ساعة مع طفلك. بعد ما سمعنا قصتنا الجميلة النهاردة، اوعى تكون نسيت تعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي احنا بنعملها عشانك. بعد ما سمعنا قصتنا الجميلة النهاردة، تعالوا معايا نسمع قصص أكتر في قناة 24 ساعة مع طفلك. يلا بينا.